ايه يا حبيبي؟ يا شيخ الحمد لله. اهلا عقبد الورد، عامل ايه؟ اتلخبطت السكينه. ليه يا عقبد؟ مش عارف اكل ايه ولا ايه يا شيخ. في ايه بس؟ تعالى قول لي عقبد، اجي لك انا عقبد بقى. شوف لنا حل يا شيخ. اتفضل دي كده عقبد. اهو يا شيخ. يلا ده انت لميت السردين بتاع المجموعه كلها. محتار بقى يا شيخ. بصوا بقى، هديكوا اهو بالك حاجه عن السردين مفيش حد هيقولها لك خالص غير العبد لله. اسمع مني، وقبل ما تسمع صلي على النبي. صلاة النبي هي مكسبي. بصوا ادي كام نوع سردين، اسمع مني عشان مفيش حد هيقول لك المعلومات دي غير العبد لله، غير الشيخ سعد الحمراوي. اول حاجه ديت اسمها سردينه بوسطه، ديت بقت نادره. دي اسمها سردينه بوسطه. دي الناس بتتلخبط ما بين السردينه دي والسردينه البوسطه، وانا هقول لك ايه دي وايه دي. بعد كده اهو السردينه الانجليزي مبرومه بس كبيره. بعد كده اهو السردينه المبرومه بتاعتنا. بعد كده اهو السردينه المفطره. دي بقى الناس ياما ما بتعرفهاش وبتتغش فيها. دي اسمها نشوءه، اللي يقول لك باموزيا واللي يقول لك مش عارف اسمها نشوءه. دي بردك سردينه مفكره. ماشي، يبقى احنا عندنا بوسطه، سردينه انجليزي، مبرومه، مفطره، نشوءه. دي اسمها ايه؟ اسمها ايه بقى؟ ابنبوزيا. دي اسمها دي غير دي. دي اسمها ابنبوزيا. تمام؟ جنب الميزان. دي حلوه في الملح بس دي ما بتتاكلش، دي ناشفه وهتلاقي فيها شوك. بصوا ديت اسمها ايه بقى؟ اسمها سردنه صفرا. دي اسمها سردنه صفرا، وبيقولوا عليها ابو زنار. دي في الاكل على قدها. ادي السبع انواع اهم، دول 7 انواع. بوسطه دي بتتملح كبيره بس هتلاقي فيها شوك. دي انجليزي بتتاكل بس مش سمكه باسمينه. انضف نوع المبروم، وبعد منه المفطر. اللي يقول لك المفطر ده ما بيتاكلش يبقى ما بيفهمش حاجه. المفطر دي اسمن سمكه، لما تبقى سمينه تبقى احسن من دي. بصوا ده مش بطروخ، ده سمنه اهو. دي كده احسن من دي، لما تلاقي فيها السمنه دي احسن من دي. دي معلومه والله العظيم عقبالك، يعني مش هديلك ده العبد لله بالك، لان احنا بفضل من ربنا الشغلانه دي ابا عن جد عن جد عن جد دودي ماشي ومتبططين فيها. دي السردينه المفطره اللي هي تتاكل. لقيت فيها الزبده ديت خدها وعلى ضمانتي. الناس بتختش ما بين دي ودي. دي سردينه ابوسطه حاجه، ديت مليانه شوك ما ينفعش الا ملح، وبتكبر بتبقى كبيره خالص. خلاص يا حاج، ادي كده سردين ابوسطه انجليزي مبرومه مفطره. دول يتاكلوا، دول احسن نوعين. بعد كده ديت انشوءه، دي بتتملح بملح وخل والليمون، ملهاش الا التمليح في الاكل ولا بجنيه. خلاص، وديت لنا في الفلاحين وفي الارياف بياكلوها، يعني هم بياكلوها بيقولوا عليها حلوه، بس مع بتوع اسكندريه وبتوع الساحل ما بيحطوهاش، وحلوه في الملح. ديت على قدها خالص. دي اسمها ايه؟ سردنه صفرا. ودي ما بتكبرش، بتكبر يعني بتبقى ازيد من دي حاجه بسيطه. دي بتكبر خالص، ودي بردك واخد بالك تكبر. اكبر 2 دول. خلاص، الفيديو دوت يعني نعملوه لله عشان ما حدش يتغش في السردين، وانشروه وشهروا وصلوا على النبي، وصلاة النبي هي مكسبي. وما تنسوش الدعاء لاهل غزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.